أسعد الله أوقاتكم جميعا. اليوم أتكلم بشكل بسيط عن كيفية استعمال الدواء للنقطة السوداء والذي اسمه تولان أو تايلوسين، وأحضر فقط نسبة للفرق واحد. ناخذ ملعقة شاي ونطلع نسبة قليلة من الماء بهذا الشكل وأضعها حتى، وهنا دواء تولان. أطلع هذه النسبة وخليها بالماء وأشوف النسبة كان قليلة جدا لأن أراها هكذا، وأحاول أخلط الدواء بشكل جيد بالماء بهذا الشكل حتى لا يبقى أي أثر للدواء. وأهم شيء اللي النسبة قليلة جدا، يعني لا أقدر أستعمل الميزان. أحاول أجرب الدواء، طعمه مر جدا، وهذا يعني أنه النسبة جيدة. الآن أستعمل الأكل للفراخ بهذا الشكل، أضعه في الماء ونشوف النسبة الآن، لأن الفرخ يكون عمره يوم أو يومين، ولازم يكون الخليط لين جدا. أضع بها بعد قليل هذه النسبة ونشوف الآن. نرى بهذا الشكل، لأن لما تذوب الأكل للفراخ بالماء خلال دقائق يكون اللين، يعني أقل لين اللي عليها الآن. وأستعمل الماء الحار بهذا الشكل وأضع فيها الخليط وأشوف الخليط بهذا الشكل. نتركه حتى يكون دافئ، يعني يكون دافئ 36 درجة مئوية. وأحد ذلك لما ألمس بعده بارد نشوف. أضع بعد قليل مثل ما قلنا، النسبة قليلة جدا، لا نقدر أن نحدد النسب اللي نضع من الأكل بالماء، لكن التولان نقدر نضع نسبة اللي يكون طعمه مر جدا. لما يكون طعمه مر جدا يعني هذا يكون كافي. والدواء التولان لأن احنا نستعملها مرة واحدة بالصباح ومرة بالمساء، حتى لو كان نسبته شوية يعني أكثر، يعني لا يتأثر على الفرخ. الآن نشوف، نجربه بهذا الشكل بعده بارد. ننتظر شوية حتى يصبح الخليط يعني يكون دافئ. الآن نلاحظ الأكل أصبح يعني أحسن من الأول، يعني أول ما نخلطها يكون سائل جدا، لكن
لما تذوب الأكل بالماء. نرى ذلك الآن. نجربه مرة أخرى. أصبح دافئ قليلا. أول ما نحس إن أكل الآن أصبح الأكل دافئ وأصبح بهذا الشكل. أصبح بهذا الشكل ونقدر ونقدر نقدمه للفراغ. أشكركم، وإن شاء الله ما يصاب أي فرغ لديكم بالمرض نقطة السوداء.